هدف الفيديو إنه يوضح لك الحياة الحقيقية. لو جوزك مثلا حياته كلها سفر وشغله ومحتاج إنه يسافر وما بيقعدش معاكي مثلا غير أسبوع، غير كام يوم في الشهر. مش بقولك إن الحياة مستحيلة، بس عايزاكي تبقي عارفة كل النقط عشان تحطيها في دماغك وما تتفاجئيش بيها بعد الجواز. وده مش معناه ان اي تجربة او اي مشكلة مثلا هتبقي عارفاها يبقى الدنيا تمام. بس لما العقل بيبقى عارف الحاجة من الاول بيكون عارف يتصرف اكتر، وبتبقي على دراية بكل حاجة، وممكن تبقي اهدى شوية من انك تتصدمي بالواقع. فاهمة؟ هاي يا بنات، ازيكم؟ بما ان الفيديوهات اللي عدت عجبتكم قوي، فانتوا طلبتوا فيديو عن البنوتة اللي بتتجوز راجل ومعظم وقته بيسافر عشان الشغل. هقولك على حاجة، ابدأي دربي عقلك ان هو مش هيبقى متواجد مثلا في كل الايام. دربي عقلك ان انت ممكن تنزلي تعملي شوبينج انت للبيت كله، لو حاجة مثلا او جهاز باظ في البيت انت اللي هتبقي مسؤولة انك تكلمي الفني وتجيبيه للبيت برضو. ونقطة كمان مهمة جدا، خليكي متابعة ناس على السوشيال ميديا حياتهم هتبقى شبه حياتك فيما بعد. يعني مثلا في يوتيوبرز كتير دلوقتي بيبقى مثلا جوزهم ظابط، فبيصوروا لك فعلا الحقيقة، وهي مثلا بتنزل تشتري طلبات البيت، بتوصل ابنها كل يوم. بيبقى في ايام مثلا عايزة تنزل تكشف لابنها وهي تعبانة، فبيبقى في مثلا ايام مضغوطة برضو، وفي ايام انت ما بتبقيش قادرة تخرجي مثلا توصلي ابنك المدرسة او الحضانة، تشتري مشتريات البيت. فالحياة اصلا في العموم مش هتبقى ماشية برتم واحد، فمحتاجة انك تكوني قوية ومحتاجة تبقي شجاعة، لانك هتقومي بدور الراجل والست في نفس الوقت. ومحتاجة برضو انك ما تأثريش في تربية الاولاد، وعلى قد ما تقدري تطلبي المساعدة من قرايبك وعيلتك واخواتك اطلبي، وما تتكسفيش، لان الموضوع هيبقى مرهق عليكي عشان نفسيتك دايما تبقى كويسة. تعالي هتكلم معاكي في نقطة مهمة جدا هتغير نفسيتك بجد. مش اول ما جوزك مثلا يسافر للشغل بتاعه تلمي شنطتك وتروحي عند اهلك. الموضوع ده بيأثر جدا في النفسية، وبتحسي ان انتي ما اتجوزتيش، ان انتي رجعتي زي ما كنتي في الاول، ان انتي محتاجة تقعدي في شقتك وتتعاملي بالحاجة وبجهازك عامة. فمش كل ما جوزك يسافر تلمي شنطتك وتروحي. مش بقولك انك ما تروحيش، بس مثلا ايه، قسمي الوقت. يعني مثلا 3 ايام عند مامتك و3 ايام في بيتك، عشان تحسي برضو ان انتي بتعيشي بخصوصيتك اكتر وقاعدة في بيتك، ومش مثلا راجعة لنقطة الصفر تاني. حاجة كمان لازم تعمليها، انك تبدأي شغل سواء بقى من البيت اونلاين، انك تنزلي، بس لازم يبقى عندك وقت مشغول. الوقت الفاضي ده هيجيبلك اكتئاب، وهيخليكي دايما متضايقة، وهيكتر من العياط. فلازم تشغلي وقتك، وما تقعديش مثلا الايام كلها في البيت. خلي يبقى فيه روتين ثابت، ان انت في وقت مثلا ساعة كده بتنزلي تتمشي فيها، يعني مثلا حوالين البيت. لكن ما ينفعش كل يوم قاعدة في البيت، هتزهقي وهتملي وهيجيلك اكتئاب. ودايما فكري في مميزات الموضوع، يعني فكروا ان انتوا لما بتتقابلوا بتبقوا وحشين بعض اكتر. كمان ان يبقى مثلا المستوى المادي بتاعكم هيبقى احسن، عندك وقت تكتشفي فيه نفسك وتعرفي انتي بتحبي ايه، وتنمي هواياتك وتقعدي مع نفسك وتتأملي اكتر. بمعنى اصح عندك flexibility اكتر. فكري في الموضوع كويس قوي وتريثي، وخليكي رزينة كده في اختيارك، وفكري دايما ان انتي محتاجة تبقي قوية وشجاعة. ولو وصلتي لغاية هنا ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. Thank you for watching.